السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني اوي اوي اوي. تعالوا بقى معانا الفيديو ده، والله بقاله اسبوع بس كنت تعبانة شوية ومعلقة محل بقى. يلا يلا، الضغط كان واطي، دايما واطي، يلا. تعالوا بقى معانا، ده كان فرش والله، الفرش بتاع الشتا. كنت منزلاه بقى وللحفة بقى ساعة ما الحتة شدت. نزلت لهم اللحفة من فوق الدولاب اهيت قبل ما ابدأ الفيديو، عشان طبعا شعلقت في الدولاب عشان اجيبهم. فنزلتهم الاول، بعد كده بدات لكم الفيديو. وجودي بقى عماله راحه جايه راحه جايه، عماله تلم بقى ايه، عماله اقول لها لمي كتبك، لمي شنطتك، لمي حاجتك، علشان لو لقيت حاجه على الارض هرميها لك دلوقتي اهو. فعماله بقى راحه جايه تلحق تلم حاجتها قبل ما ايه اشيلها ارميها. عشان هي بتسمعش الكلام، بتفضل مرميهم كده في كل حته، وانا عايزه ان هي تتعلم يعني النظام وكده. بس والله وحشتوني قوي قوي قوي، وربنا يروق بالكم يا رب، ويديكوا الصحة، وما حدش يتعب ابدا يا رب، وربنا يشفي كل مريض بإذن الله يا رب. وما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني طبعا. الله، امال مين يعني يناحي معاكم يعني؟ مين يناكب فيكم كده ويزهقكم منه؟ مع ان والله ما بيجيلكوش غير كل فترة، لان المدارس بقى والامتحانات اليومين دول فمش فاضيين بصراحة يعني. بصراحة بقول يعني اهم شيء الاولاد والامتحانات، بس يخلصوا بس امتحانات وانا هزهقكم والله فيديوهات، هنزل لكم فيديوهات كتير. لان عدي بيمتحن بقى اليومين دول سنة رابعة، عمال هو بقوله تعالى ناولني المخدات عشان كنت تعبانة بقى مش قادرة اصلا اوطي اجيبهم. ده كان روتين جامد والله، وكان شيل بقى مفارش واغسل واعمل. شفت فاكرين الفيديو اللي كنت بقول لكم مش لاقيه حاجه اعملها في قلب الشقه ومش لاقيه اكنس ومش عارفه ايه؟ اهو جات لي بقى اليوم اللي هدت الحال بقى على حق، ونكنس ونشيل وننفض سجاد ونمسح. بس بصراحه يعني انا وراك وانا بفرش، بس وانا بشيل السجاد وبمسح بقى اضطريت بقى طبعا يعني ايه اخد راحتي. فقعدت بقى اعمل مع نفسي كده، فصلت الكاميرا وقعدت اعمل بقى. او كان في غسيل ده كان غسيل كنت لماه. هشيل منه هنا هدوم الاولاد عشان هنا دولابهم، عشان احط لهم فيه هدومهم، وهدومي بقى وهدوم جوزي بقى بشيلها في القصعة ديت اوديهم الاوضه التانية، عشان انام في الدولاب التاني بتاعي في اوضه النوم. او بقى لازم انفرز الهدوم. ايوه دي كده هدومهم، يا خرب كل دي هدوم. اقعد بقى اطبقهم بقى، ما لازم كنت افرش السراير الاول عشان اقعد ايه الدنيا رايقه حوالين مني. كل واحد حاطط اللانش بوكس بتاعه على الكومودينو، وعروسه والشنطه بتاعت جودي. وهنا بطبق هدوم الكاراتيه وهدوم عدي وجودي، والجواكت في جنب والترنجات في جنب ولطقم الخروج في جنب. هدة والله والله العظيم بتبقى هدة حيل. يوم السبت ده بيبقى يوم عالمي، غسيل ونشير وطبيخ وكنس ومسح. يلا ربنا يعين كل ام وكل واحدة على بيتها والله العظيم بجد بكلمكم بجد. وهنا لقيت الحتة بتنقط، وكنت ناشرة طبعا البرانس بتاعتنا وهدوم الشغل بتاع جوزي، فقلت الحقهم. بصراحة ما صدقت ان هما نشفوا يعني، وقلت بقى الحقهم كده. شفتوا بقى؟ اسيب الحتة تشتعلهم ابدا، لازم المهم بسرعة. وهنا بقى قلت لي بدل وقفت اقوم بقى ايه عن بقى الهدوم كده، كل حاجة في رفها، الهدوم بتاعت عدي وجودي، واسوي الدنيا كده. والملايات برضو هطبقها وعينها برضو في الدولاب بتاعهم. هنا كانوا قاعدين يشكلوا برا، وعدي لا عدي جاب لي المفارش، كنت حطاها في الغسالة اوتوماتيك، قلت له افتح الغسالة وحطهم لي عشان انشرهم بالمرة وانا هنا عند البلكونة. ممكن منهم تقال كمان ما تجففوش، لان المفارش اللي انا جايباها دي تقيل، تاخد المفرش بياخد دورة لوحده من تقل. لان الاوضه دي زي ما بقول لكم بتبقى تلج تلج على العيال جدا.
وهحاول يعني عدي عايزني اضم السرير ده على سرير اخته اللي هو تحت الشباك ده، عايزني اجيبه هنا على سرير، على ضمه على سرير اخته علشان سقعان، بيقول لي ان الشباك بيجيب له سقع. فهحاول كده وانا بعملها وانا بضم السراير على بعض هعمل لكم فيديو. انا بفكر اعمله او ما اعملوش لسه، عماله اقوله لا اتدفى وانا هدفيه اهو. كانت مكركبه لسه الدنيا ايه، لا ده كان جردل زباله اهو حتى السبت. حلوه الدنيا راقت اهيت. وهنا بقى تعالوا بقى شوفوا الكركبه على حق ادي الحفه اللي كنت شيلتها وطلعت الحفه التانية التقيله، وهنا الملايات اللي شلتها والمفارش طبعا اللي عودة جابها لي هحط بقى دور الوقت في الاوتوماتيك كمان. دي المفارش اهي. وهنا طبعا اوضه النوم بتاعتي ما طلعلهاش المفرش التقيل رخر وبطلع لها بطانيه، طلعت لها والنبي ما تزعل ابدا تتفرش هي كمان. الاوضه بتاعتي طبعا رايقه ما فيهاش اي حاجه. وهنا كان في دور غسيل اهو جنب سبت الغسيل. مش بقول لكم هو يوم السبت هتقولوا بتجيب الهدوم دي منين، اقول لكم والله العظيم ما اعرف بتطلع الهدوم دي منين ساعات. اوضه السفره كانت رايقه وحاطه عليها الترابيزه بتاعت جودي كمان. ودي البطانيه اللي بناكل عليها كان لسه لمنها بتاعت الفطار. وهنا الملايات اهي والمفارش نشرتها بتاعت اوضه النوم بتاعتي وبتاعت اوضه الاطفال بتاعتهم اهي. وهنا كنت تاني يوم جبت بسلة وقلقاس وخضرة واستفندي وشطة وطماطم ورز. وهنا كنت عاملة توم والرز بقى والبسليات والحاجات ديت انا اشتريتها، دي كان تاني يوم. ماشي خرجت واشتريت الحاجات دي. فبرضه عشان كان ضغط واطي والله، فقمت فرشة كده على الارض في قلب الصالة وقعدت جهزت كل حاجتي. وقمت هي ولعت على الرز، ماشي شطفته وولعت عليه. وهنا حطيت الحلة ديت وهولع برضو عليها هي احط الزيت يتقدح. وطبعا مش هقف على كده وافضل واقفه بقى مستنيه الزيت ومستنى الرز يغلي لا، يلا بينا نغسل بقى شويه الاطباق ديت اللي في قلب الحوض كده واحنا واقفين بالمره. ما هو لازم ما نقفش على حاجه واحده، لا ابنا في كل حته كده. انا ممكن اصلا يعني في العادي غير تصوير الكاميرا ده ممكن تلاقيني بغسل طبقين، اروح اعمل اولع الاكل، اروح اغسل دور، اروح اشطف هدوم، اروح اجفف هدوم، اروح انشر، اكنس، امسح، افرش دي كده. تلاقيني عماله بتنطط في الشقه في كل حته بامانه ربنا، يعني مش واقفه على مكان واحد. هو كده يعني هغسل دول ومش هكمله، لا ده انا هروح اكمل بقى الاكل. ماشي تكمله تولع عليه يعني الزيت بيتقدح، فانا مستنيه كان يتقدح عشان احط التوم بقى والخضره والحاجات ديت. واولع بقى على شويه قلقاس ليه بقى، لان يوم ما كنت بركب كده وبنضف وبفرش كان عندي فراخ بانيه اليوم اللي قبل منه. فتاني يوم طبعا مش كل يوم فراخ، قلنا نعمل بقى ايه حاجه تغيير قلقاس. لان كان عندي فرخه كبيره وكنت عامله منها الصدور ستريبس، وقعدت عندي 3 ايام والله العظيم. لان الوراك بتاعتها كانت كبيرة عملتها بشوربة ماشي وحمرتها، والصدور كانت عملتها ستريبس فعملت معايا كمية كبيرة لان الفرخة كانت كبيرة بصراحة. فقعدت معايا بقى 3 ايام بعمل لهم منها حلوة، هما كانوا حابينها اصلا. هنا نزلت بالثوم والخضرة شوحهم، وبعد كده انزل بالقلقاس الوحه روخر، وبعد كده انزل بالطماطم والفلفل والملح وسنة سكر صغيرة، مع ان القلقاس اللي نازل اللي طالع جديد يعني بيستوي بسرعة، بس انا دايما احب احط سنة الملح ده عشان الحموضة ما بتبانش اصلا في الاكل، هي سنة صغيرة بس اللي بحطها. اهو هنا بلوح اهو القلقاس واقوم نازلة عليه بقى بعصير الطماطم ماشي. ونقوم مخلصين ونرجع نكمل تاني الوعي برضو، لان طبعا كده الوقت هيبقى عندي المصفى وعندي الخلاط ماشي والصلاية بتاعت التوم برضو كده بقى عندي وعي تاني فلازم طبعا نغسله واحنا واقفين ما نسيبش حاجة ورانا يعني، ونسيب الحوض فاضي وقبل ما المية تروح لان المية بتعاندني. اهو جبت شوية بقى مية كده صغيرين كده عشان ننزل الطماطم
واعصريها في الزمن اللي احنا فيه ده، اوعي تسيبي فيها تفلاي. بالاسعار اللي احنا شايفينها دي. يلا الحمد لله، وربنا يرزقنا ويرزق الجميع يا رب. ولو وصلتوا لغاية هنا طبعا حطوا لايك، وما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس طبعا. وبحبكم قوي 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 قوي، وحشتوني والله. وحشني اقعد اتكلم معاكم وارغي واقعد بقى اتكلم كده ياه. والله اللي حيشني التعب وعيالي. ان يعني لما بيكون عندهم امتحانات، يعني او دايما يكون عندهم امتحانات ولا كده، ده اول سنة يمتحن اصلا، فما اقدرش اسيبه، لازم أنا اذاكر معاه، ده اهم شيء طبعا. اهو هنا حطينا الملح والفلفل الاسمر، هو ده دي البهارات بتاعتنا بس، وسنة السكر صغير. والرز طبعا كان غلا ماشي، وتشرب اهوت. هنهدي بقى عليه يتردد. احلى رز تاكليه في الحله الالومنيوم. استحاله، انا جربته في جميع الحلل، هو لا يعلى على الحله الالومنيوم. طعمه خطير. وهنا بقى تعالوا بقى نرجع بقى للمعركه بتاعه الغسيل بقى بتاعه الباقي تاني. والميه هنا على فكره هتيجي في الاخر كده وهتعنيدني، واقعد اتحايل عليها، والنبي يا ستي نزلي لي بس اشطف الطبقين الاخر. هنا اشطف بقى الطبقين اللي كنت غسلتهم، بس كنت بشيل الخلاط عشان يوسع لي مكان، عشان ما اغرقش الدنيا ميه. اهو دول اللي كنت شطفتهم في الاول. نشطفهم بقى كده والله. وهتيجي على الحله اللي على الحوض دي والميه تقوم راحه، تعاندني. قلت لها والله ماني عايزه اغسلها اصلا. كنت هبط بصراحه. قلت لها والله ماني عايزه اغسلها، سيبها تبوش شويه. ايوه عماله بتروح وتيجي، تهدي كده وتشتد تاني. تعاندني، بتعديني ليه؟ هي كل الموضوع ايه ده؟ شوية اطباق ومعالق، يعني حاجات خفيفة، مش هتحتاج ان انت تقعدي وتركني. لا، في ثواني كده وانت واقفة ولعنا على الاكل، وايدينا برضو فيهم. اهو شوفوا، مش بقول لكم والله، بقول لا ده بستني ما اعمل ده. بتحايل على المية تنزلي عشان اشطف ده. اهو بتسمع كلام، بتجيني على طول ساعة ما بقعد اتحايل عليها كده. يعني الحاجة مش هتاخد منك وقت يعني في ثواني. بس والله زعلت ان فضلت الحلة دي بصراحة. سبتها بالليل. عملته بس بالليل بقى، ما انا كسلت. انا خلاص نشفت ايديا، وقلت والله العظيم ما انا كنت حاطه ايدي تاني، لان كان اليوم ده كان الجو ساقع بصراحه. بس طبعا طول ما انت بتتحركي الواحد بيبقى دافيان بصراحه يعني. ايدك في الميه خلاص، انت هي في الاول بس، بعد كده ما بتحسيش بقى بسقوعيه. كنت والله بشطف في الحوض علشان ان انا اغسل الحله على برضو يعني ايه، في وسع كده والنظافه. للاسف هو انا شطفت الحوض من هنا، وهي قامت عامله من هنا، قطعت من هنا. والله بتقطع اهيت. قطعت، والله قطعت. يلا باي، مع السلامة، واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله.